انت بتعملي ايه؟ شيلي ايدك. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. في مشاكل كتير جاتلي عن الموضوع ده، بس مع اطفال اكبر من 7 سنين. المفروض ماما تعمل ايه؟ ولو ما شفتيش الفيديوهات اللي فاتت يبقى انت فايتك كتير جدا. خلصي هنا وروحي شوفيها عشان مهمة جدا وهتعرفي الموضوع من اوله. طب تعملي ايه لو ابنك عنده 7 سنين واكتشفتي ان هو بيعمل ده؟ اوعي تعملي فوكس عن الموضوع ده، وبلاش تسألي انت بتعمل ايه او بتعملي ايه بشكل مفزع. خدي نفس عميق عشان نحل الموضوع ده بشكل سليم، واعرفي ان هنا عمل استثارة للمكان، وزي ما عرفنا في الفيديو اللي فات ان هنا مش مقصود بيه اللذة الجنسية، هو هنا بيحصل استرخاء وهدوء. ده الشعور اللي بيحصل، ولازم نكون فاهمين الجزء ده ان الطفل بيحس بايه. وعشان نحل المشكلة لازم نعرف الاول سببها او جت منين. اول حاجة نخلي بالنا منها نشوف ان الطفل بيتفرج على ايه على التلفزيون والتليفون، ونتابعه من وقت للتاني عشان ممكن يكون بيتفرج على حاجات مش كويسة، وده اللي خلاه يحس بالاحاسيس دي، ودي فعلا مشكلة جاتلي. طب الحل ايه؟ ان احنا نشغل اولادنا وما نخليهمش يقعدوا لوحدهم، ودي اول خطوة. وكمان نخليهم يلعبوا رياضة لان دي مهمة جدا، ولو ما فيش امكانيات ممكن تلعبوا رياضة في البيت. وخلينا عارفين ان هي عملت استثارة للعضلة، وبالرياضة هنحسسها نفس الاحساس بس بشكل صحيح ومقبول. ومن ضمن الحركات الرياضية اللي احنا بنعملها لما الاطفال بتكون حست بالاحاسيس دي اللي هي لعبة العجلة، بس مش مقصود هنا اللي هو يلعب عجلة، هو بيعمل لعبة العجلة وهو نايم. يعني ايه؟ انت لما بتمسك طفل صغير وهو نايم وتعمله تبديل برجليه، انت هتعملي كده مع بنتك، بس هي بنتك كبيرة، هتعملي ده معاها ازاي؟ دخليها في حتة ان انت هتلعبوا رياضة في البيت، وابدأوا من ضمن الحركات الرياضية اللي انتوا هتعملوها نامي على الارض انت وبنتك، وابدأي اعملوا حركة التبديل ما بين الرجلين، رجل قدام ورجل ورا، كأنك راكبة عجلة بالظبط. هنا العضلة هتشتغل بس بشكل مقبول وصحيح.